الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الهادي البشير الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. منذ أن تشرفت هذه الأرض المباركة، أرض كربلاء المقدسة، في أواخر القرن الأول الهجري بورود مولانا صادق أهل البيت الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلام عليه، وأقام في هذه المدينة أكثر من 2 وفتح حلقة دراسية لتربية جيل من طلبة العلم من حاملي مشعل الإيمان للمجتمع. منذ ذلك اليوم لا زالت كربلاء مركز إشعاع لمختلف شرائح الأمة الإسلامية، تربي الكوادر وتفتتح المؤسسات العلمية على مختلف مراحل الزمن لخدمة المجتمع. قبل التطرق إلى هذا الموضوع يلزم التأكيد: الحوزة شنو ضرورتها؟ ضرورة الحوزة شنو؟ قال بعض الملحدين في القرن الماضي من التيار الماركسي، كانوا يقولون رجل الدين مثل الإصبع المصاب بالسرطان، يلزم أن يقطع، ما نحتاج رجل دين، ما نحتاج حوزة. عقليتهم هكذا، أن رجل الدين رجل يستهلك وهو عالة على المجتمع دون أي نفع. البقال عمله محدد شنو، الخباز عمله محدد شنو، الطبيب يعالج، المحامي يعمل ضمن القانون. رجل الدين شنو شغله؟ الجواب على ذلك هذا مما ذكر في الآية الكريمة. رجل الحوزة مصنع ينتج الإيمان، حاضنة علمية يصنع رجل عالم للمجتمع ويربي على الأخلاق. مجتمع بلا أخلاق، مجتمع بلا دين، هذا الموت أفضل إلى من الحياة. الآن بعض المجتمعات اللي تعتبر نفسها متحضرة ومتطورة، شبابها يطلعون مظاهرات عارمة يدعون إلى الشذوذ الجنسي، أجل الله السامعين، يدعون إلى المثلية. إيش قد عقل متخلف عنده اللي يدعو إلى زواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، لأنه ماكو إلى مرشد متدين مؤمن حتى يوجهه يقول له هذا غلط. رجل الدين يجي يوعي المجتمع، يقول له هذا حرام، هذا حلال، هذا مو زين. يجي يقول له بر الوالدين واجب. هناك ينتظر أبوه بالمستشفى يموت حتى يأخذ الجثمان يروح يبيعه، يحصل 11 أو 12 ألف دولار على الجسم جثمان أبوه. هنا يعتقد ببر الوالد، يحترم أبوه، يحترم أمه. يعني هاي الأخلاق الحوزة تصنعها. الدعوة إلى الأخلاق وبر الوالدين كنموذج مو شغل الطبيب ولا شغل المحامي ولا شغل أي شريحة من شرائح المجتمع. رجل الدين هو الذي يشع، هو الذي ينير عقول المجتمع. يقول له توجه إلى الله، التوجه إلى الله هو الذي يعالج المشكلات. الابتعاد عن الله يؤدي إلى القتل وسفك الدماء، الابتعاد عن الله يؤدي إلى الانتحار وإلى مختلف المشكلات الأخرى. الحوزة العلمية شغلها إنتاج الإنسان المؤمن الذي يتميز بمكارم الأخلاق ويتميز
بالعلم والثقافة إنسان عالم يصير. المجتمع اللي ما بيه حوزة علمية وما بيه علماء مرشدين يصير مجتمع أجل الله السامعين مجتمع البهائم، يدعو إلى عبادة الحيوانات. إيش قد تخلف هذا؟ فالحوزة العلمية ضرورة إنسانية عميقة للمجتمعات، ضرورة إنسانية جدا عميقة، يعني من الدرجات الأولى في كونها ضرورة. في كربلاء يعني انطلاقة الحوزة من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بعدما هجم النواصب على مدرسته في بغداد وأحرقوا كرسي درسه واضطر للهجرة، جاء إلى كربلاء وأقام فيها 6 سنوات. بعد ال6 سنوات رحل إلى النجف الأشرف برفقة كوكبة من الفقهاء المعتبرين، حوالي 50 شخصية علمية وياه، راحوا إلى النجف وتأسست هذا الحوزة المباركة الشريفة في النجف الأشرف. في كربلاء حوزة كربلاء دائما كانت مهتمة بتأسيس المدارس والحوزات. قبل قرنين من الزمان، يعني في عهد الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه، الوحيد وصفوه بوحيد عصره وبالفقيه الذي لا نظير له. رب تلامذة كبار فقهاء وبعثهم إلى مختلف أنحاء العالم، إلى البلاد الإسلامية خصوصا، وأي واحد منهم راح إلى منطقة أسس حوزة. مدرسة السيد الشيرازي، أقصد خط السيد الشيرازي، اهتم اهتماما بالغا بتأسيس المدارس الحوزوية. نموذج الحوزة الزينبية في الشام، احنا فترة كنا هناك، فيها حوالي من 17 جنسية من مختلف أنحاء العالم. هذولا جيلا بعد جيل صار لها حوالي نصف قرن تنتج عالم، خطيب، أستاذ حوزوي، وكيل ورجل شخصية، وانطلقوا إلى مختلف البلاد وأسسوا وعملوا ونشطوا، ولا زالت إلى هذه الساعة الراية مرفوعة والخدمة الحوزوية متواصلة. نموذج آخر مدرسة الرسول الأعظم في الكويت، مدرسة فيها من مختلف أنحاء الخليج، وفيها من العراق ومن إيران وبلاد أخرى، تشتغل بها بحث خارج وبها دروس مختلفة وحلقات درس. وعلى كل حال ينطلقون من هاي المدرسة للتبليغ. التبليغ فتوى سيدنا الشيرازي حفظه الله، التبليغ في هذا الزمان واجب عيني. ليش واجب عيني؟ لأنه لا يوجد من فيه الكفاية. العالم غاص في ظلمات الجهل والانحراف الأخلاقي. تسمعون الأخبار، أحيانا تشوف زوجة تقتل زوجها، تشوف شاب رسب في مادة، الصحافة تنشر الأخبار، رسب بمادة اللغة هنا في كربلاء، راح انتحر. هذا شنو؟ هذا أكو نقص في الإيمان، في إيمانه أكو نقص. رسبت بالامتحان، بعدين السنة البعدية في مرحلة أخرى تنجح وتتقدم. الحياة ما انتهت إذا رسبت في مادة معينة. فالمرجعية تؤكد على هذا التبليغ حتى لا تتكرر هيك نماذج بالمجتمع. فالدعوة إلى تأسيس المدارس الحوزوية تأتي من الوجوب الشرعي. التبليغ واجب، إيصال صوت الإسلام، صوت رسول الله وعترته إلى العالم، هذا أمر واجب. إذا كان هناك من فيهم الكفاية فهذا الواجب يكون كفائي. إذا ماكو من فيه الكفاية، يعني مليار إنسان في شبه القارة الهندية يعبدون الجرذ والبقر والثعبان والحيوانات، شعب متخلف إلى أقصى الدرجات،
متخلف عقديا، منو لازم ينقذ هذا الإنسان الضال؟ أنا وأنت وأمثالنا. رجل الدين لازم يروح يتكلم الكلمة الطيبة ويجاهد وينقذهم، ينور عقولهم وينقذهم من الضلال. كذلك في مختلف أنحاء الدنيا التبليغ واجب. من هذا المنطلق جاء تأسيس هذه الحوزة المباركة، حوزة الشيخ المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، لتنمية الكفاءات. الكفاءة، الحوزة كما قلنا تنتج الإيمان، الكادر المؤمن، كادر مؤمن وعالم ونموذج في أخلاقه. هل صفات يعني علمه وإيمانه وأخلاقه يعكسها على المجتمع، مو خاصة به. شلون يعكسها؟ مع عمليات التبليغ، الحلقات الدرسية، المجالس المنبرية، الهيئات القرآنية وغير ذلك. المجتمع إذا ابتعد عن الحوزة وعن الروحانية يعني اقرأ عليه السلام، يصير مجتمع التخلف والنزاعات والأحقاد وكل المسائل الخلقية تفتك به. لأنه منو اللي يوجهها إلى الفضيلة؟ العمة هي اللي توجهها، تقول له الصدق، الكذب حرام لا تكذب، النميمة حرام. النميمة يعني يصير واسطة للنزاع بين طرفين. شقد عمل قبيح وعمل مشهور يعني في بعض مجتمعاتنا. منو يقول له لهذا الشاب الغيبة حرام ويفهم الغيبة شنو؟ هذا مو شغل الطبيب ولا شغل المحامي ولا شغل أي شريحة من شرائح المجتمع، هذا بس شغل المربي الديني، المبلغ الديني. فأرجو من الله تعالى لي ولكم أن يوفقنا لأداء مسؤولياتنا في تربية الجيل الجديد والإرشاد والتبليغ، وأن نوفق لأداء المسؤولية كاملة. وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.